فارس، أخيرا الفارس الأسود بدأ العهد زي ما تنبأ سيدنا. اللي في دمك ده ورث الأجداد ومفيش منه مفر. تقدر ترجع تسمع الجزء الأول من حكايتنا علشان تكون جاهز للي هتسمعه دلوقتي، وتقدر كمان تكون من سكان الأوضة باشتراكك معانا، اللي هيساعدني أخرج منها وتعرفوا وقتها أنا أبقى مين، وتسمعوا حكاياتي بشكل يليق بجثثكم يا شوية أموات على الأرض. ابتدى اليوم الأول في خلوة ال40. كل اللي بفكر فيه دلوقتي كلام العابد عن المطلوب مني، واللي ما ينفعش منفذش منه حرف، وإلا هعيد ال40 دول كلهم من الأول. وبفتكر كمان التحذيرات اللي قررها عليا. قال لي إن مهما حصل ومهما شفت ما ينفعش تخاف، هيختبروك وزيارتهم هتكون شديدة، وعلشان تكمل الطريق ويبقى ليك وضعك بين العارفين لازم تموت ده. وشاور لي على قلبه. عدى اليوم الأول وفارس نفذ المطلوب منه من إهانة الكتاب ونجاسة المكان اللي ما ينفعش يخرج منه خطوة، وذكر أسامي ملوك الجن وتكرار الطلاسم. وعدى اليوم الأول من غير أي أحداث غريبة، واليوم التاني برضه ما حصلش حاجة. التالت والرابع، عدى 30 يوم بكرر فيهم المطلوب كل ليلة من غير ما يحصل أي حاجة ولا أي إشارة أني حتى ماشي صح. ولكن في الليلة رقم 33 من الخلوة بدأت الإشارات. نام فارس ليلتها وشاف في حلمه بنت جميلة واقفاله بره الأوضة اللي قاعد فيها. بيقرب منها فارس، ولكنه افتكر انه ما ينفعش يخرج من الأوضة دي مهما حصل. بس اللي حصل ان فجأة جدران الأوضة بتختفي من حواليا، وابقى انا والبنت واقفين قصاد بعض في الجبل، وفوقينا السما. بيتحرك من ورا البنت ديل طويل زي ديل العقرب، بيترفع لفوق وبيتوجه ناحية فارس. افتكرت كلام العابد، ما ينفعش اخاف واتهز مهما حصل. غمضت عينيا في اللحظة اللي بينزل فيها الديل على راسي، وأول ما لمسني حسيت كأن حاجة سحبتني من رجليا في الأرض ونزلت لتحت. فارس فتح عينيه لقى السما اختفت وبقى مكانها سقف من الصخر. ضباب مالي المكان وريحة بشعة وصوت من بعيد بيقوله: قرب يا فارس، تعال يا فارس. مشيت بخطوات مهزوزة وانا ماشي حاسس بحركة سريعة حواليا، ظلال سودة قصيرة بتتحرك في كل مكان، لحد ما الدخان بدأ يتلاشى من قدامي ويظهر كشافين نور بالأحمر. ضوء قوي ضرب في عينيا. افتح عينيك يا فارس، لازم تسمع وتشوف. احنا وهبناك البصيرة والحكمة، وهبناك السلطة على بني جنسك، وهبناك ملك يتمناه اي بشر. ورثت طريق ابوك واجدادك عن جدارة، نفذت المطلوب منك، ولكن لسه بقيلك 7 ليالي اصعب من كل اللي فات. لو عدوا عليك عايش هتعيش على الأرض كما الملوك، وهيكون معاك جيش من الخدم لا يعد ولا يحصى. كمل طريقك يا فارس، كمل. قام فارس من نومه وعرف وقتها إن دي إشارة بقبول الخلوة، لكنه لاحظ شيء غريب بقى موجود في أوضته. تمثال من الخشب المحروق
تجسيد لنفس الكيان اللي كلمني في حلمي، وسمعت صوت في وداني بيقول: اسجد لي مع الغروب، اذكرني في الشروق، ردد اسمي قلقمان، ملك ملوك الجان. فهمت ان هو ده المطلوب مني في السبع ليالي اللي فاضلين، ونفذت المطلوب. وفي كل ليلة من بعدها الصوت ده ما فارقنيش، كان بيعلمني وبيحفظني كل حاجة. بقى معايا مفاتيح الكون في ايديا. فارس شاف الأهوال ولكنه ثابت مطيع. عدت ال40، زاروا العابد في ايديه الكسوة وعلى كتفه الزاد لحم جيفة. عدى عليه أيام كان لازم ياكل منه فارس بعد 40 يوم من التمر والمية، ويخرج بعدها لأول مرة من الأوضة علشان يبدأ مشواره الملعون. دلني العابد على بيت الجديد. كان في قرية بسيطة مش بعيدة عن الجبل. قرية كانت موبوءة بمرض خبيث بيصيب الشيخ والصبي. أول ما رجلي خطت القرية أهلها اتلفوا حواليا وقالوا: انت الفارس الموعود اللي تنبأ بوصوله العابد، طال بينا الانتظار، ارحمنا من البلوى ونجينا من الهلاك. شاور فارس على طفلة صغيرة من الحضور، قطع من شعرها خصلة، قربها من لسانه وبدأ يقرأ عليها. رماها على الأرض، اتحولت لجدي أسود كبير وقف على رجليه، وبقى يمشي وسط رعب وذهول أهل القرية لحد ما وصل عند رجلين فارس. فارس خرج سكينة من جنبه، ذبح الجدي وأمر أهل القرية يطبخوه والكل يدوق منه. وبعد 3 ليالي زال المرض من القرية وأصبح فارس سيدهم ومالكهم. كنت عارف كويس أنا بعمل إيه من غير ما أعرف إزاي. بتيجي الفكرة في راسي وبنفذها، لكني كنت عارف كل حاجة. الطلاسم كلها في دماغي، مفيش مشكلة بتعصى عليا، وكل يوم بتزيد قوتي وقدرتي بشكل رهيب. بيزورني الخدام وبنفذ لهم طلبات زي ما بينفذولي أوامري، لحد ما جالي أمر بإني أسيب القرية واروح لمكان جديد. فضلت على الحال ده 4 سنين من بلد لبلد، وكل أرض رجليا تخطيها أهلها يشهدوا للفارس وبركاته. الفارس اللي بيشفي العليل ويسوي الهوايل. الفارس الأسود بقى اسم بيتردد صداه في كل البلاد. بدال الفلوس بقت كنوز معرفش عدها. بقيت شاب في ال20 من عمري، وعشت في قصور وتحت ايديا خدمة من الجن وحتى البشر. بدأت أحس إن العالم كله ملكي، وبقيت الملك، والملك محتاج لملكة، وأخيرا لقيتها. في واحدة من الحفلات الشيطانية اللي كان بيعملها فارس في القصر بتاعه، كان بيوصل فيها أعداد حضور بالمئات وأوقات الآلاف من كل أنحاء العالم. حضرت مليكة شابة جميلة من واحدة من البلاد العربية. سمعت كتير عن فارس وكانت مبهورة بيه. ازاي شاب في السن ده وصل لكل الشهرة والقدرة دي؟ كانت مهتمة بالحكايات عنه، وفارس كمان اهتم أول ما عينه وقعت عليها في الحفلة. الطاقة اللي جوه مليكة وصلتني، جواها شر وظلام يشبهني. على طول اتكلمنا، وعلى طول بقينا بنتكلم وبنتبادل الزيارات، وعلى طول اتجوزنا. سابت كل حاجة وراها وجت عاشت معايا في مملكتي اللي بقت بتكبر كل يوم عن اللي قبله.
الوقت اللي كان بدأ فارس ينسى فيه حياته القديمة، حلم الليلة بوفاء وسعد، اللي لو ما تعرفش هما مين يبقى ضروري ترجع تسمع الجزء اللي فاتك من حكايتنا. وفي حلمه شاف وفاء بتعيط وسعد بيعيط جنبها وبيطبطب عليها. على طول قمت من نومي وبعتلهم واحد من خدمتي يعرف لي أخبارهم، ورجع لي بالخبر اللي توقعته. وفاء ماتت رغم ان حالتهم اتحسنت كتير بعد ما مشيت، واختفت الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل لهم، ولكنها ماتت بسبب حزنها عليا وفراقي ليهم 4 سنين ما يعرفوش عني خبر. وبعد موتها على طول حصلها سعد اللي كان روحه فيها، وماتوا آخر 2 على الأرض بيفكروني بفارس القديم. حزني كان شديد، ولكن بعد الخبر ده بأيام وصل لي الخبر اللي عدلي المسار من تاني. مليكة حامل، هجيب ابن للدنيا يعرف مين أبوه وأمه. رغم التغيير الكبير اللي حصل لفارس، إلا وإنه منسيش أبدا إنه كان طفل يتيم، وكان دايما جواه أمنية مخفية ورا سواد قلبه. أمنيته كانت إنه يجيب طفل للدنيا يعوض فيه الحياة اللي عاشها، طفل يعيش حياة طبيعية وما يورثش السحر والظلام من بعدي، يورث حياة فوق الأرض مش تحتها. ده اللي كنت بتمناه، لكن واضح إن حياتي دي عبارة عن لعنة مفيش منها خروج. مبروك يا فارس، فارس جديد في طريقه لعالمنا، عهد جديد موصول بلا نهاية، ملك أوسع وقوة أكبر. اجهز يا فارس. بدأ فارس يستقبل تعليمات جديدة من قلقمان الملك اللي ماضي العهد معاه، ولكن فارس بدأ يدخل في حرب هو مش قدها. مستحيل، ابني مش هيعيش اللي عشته، العهد ده هينتهي عندي أنا آخر دم من النسل الملعون ده هيكون في خدمتكم. ابني لأ. دي أول مرة تقول فيها لأ. شكلك صدقت إن في إيديك الاختيار، وصدقت إننا هنا لخدمتك. غلطان يا فارس، انت هنا لخدمتنا احنا، لتنفيذ اوامرنا احنا. مقابل خدماتك قدمنا لك حياة الملوك على الارض، وده جزاء الشكر والطاعة مش التمرد ابدا. انت مش هنا علشان تختار، الولد ده انا السبب في وجوده. مليكة انا السبب في وجودها، بعتها ليك من تحت الارض وقامت بدورها، وانت قمت بدورك. انت تقصد ايه؟ مليكة من تحت الارض يعني ايه؟ يعني الولد ده مش ابنك لوحدك يا فارس، ولا هو ينتمي للعالم بتاعكم. دمه مخلوط بدم بشري ملعون زيك، ودم ملكي، دم جنية سفلية. مليكة بنتي، بنت قلقمان ملك ملوك الجان. الولد اللي جاي ده هيبقى أقوى ساحر عرفته الأرض. هو ده الفارس الأسود الحقيقي، وأنا لأول مرة هديك حرية الاختيار. يا تكمل دورك معانا، يا لحد هنا ويكون دورك انتهى يا فارس. يا ترى فارس هيختار ايه وايه في ايديه يعمله قصاد قلقمان ملك ملوك الجان وبنته مليكة؟ للأسف لحد هنا ما وصلناش أخبار عنه،
وعن باقي حكايته. ولكن يا عالم بكرة مخبلنا ايه؟ الحل المناسب دلوقتي تفضل معانا في الأوضة اللي برا وتستنى الجديد. وبما انك وصلت لهنا يبقى انت من سكان الأوضة الأصليين، ومن كل قلبي بتمنى لك موتة هادية